السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرت لكم اليوم وصفة لي مادلين لمحبي المادلين. طريقة سهلة، مكونات بسيطة موجودة في كل بيت، والأهم ناجحة وبنين بزاف. هاد المادلين يجي مهوي داخل، يجي قطني. تبعوا برك الفيديو من الأول لآخر. هنا حضرت لكم نوعين، يعني هكذا تشوفوا يعني تزيين، طريقة تزيين تاني تاع المادلين. وإلا عجبتكم الوصفة طبعا ما تنسونيش بجام وتابونيو في القناة وتكتبوا لي رايكم في التعليقات. هكذا باش تشجعوا قناة مطبخ أم نور. وما تنساوش البارتاج مع الأهل والأصدقاء. شوفوا النتيجة تاع لي مادلين يجي خفيف أخف من هكذا ما كاش. صدقوني ديروهم لقهوة العصر، عطولهم لومجة لولادكم. طريقة سهلة. درت لكم هنا زوج وصفات تاع يعني بتزيين مختلف. وشوفوا النتيجة، يعني الفيديو أو يوضح لكم. وإن شاء الله تكون حتعجبكم هاد الوصفة. بدون إطالة نجوزوا طريقة تحضير هاد الوصفة الجميلة. إذا بسم الله، هنا راني شعلت على الفور 180 درجة. هنا عندي هادو لي مول تاع لي مادلان اللي راهم يتباعوا طبعا، وعندي لي كيسات، هنا لي كيسات متوسطين الحجم. الا ما عندكمش طبعا هاد لي مول تاع لي مادلان تقدروا دوبليو برك لي كيسات، يعني هنا نعطيكم تتبيله. دوبليو لي كيسات تاع لي مادلان يجوا شويه كبار، دوبليوهم وحطوهم فوق السنيوه تاعكم الكبيره. هنا عندي زوج حبات بيض، عندي رشه ملح، عندي نصف كاس سكر، ملعقه صغيره تاع لافاني، عندي نصف كاس زيت. يعني كل حاجة نص نص، طبعا كاس تاع 220 مليلتر، وعندي نصف كاس حليب عادي، ما هو سخون ما هو دافي. وهنا عندي كاس ممسوح تاع الفرينة أو الطحين، ونضيفوا كيس واحد تاع لا ليفور أو خميرة الحلويات. هنا طبعا نغربلوا هذه المكونات، وهنا من الأحسن نستعملوا لو بغا ميكسور. طبعا إلا ما عندكمش لو بغا ميكسور تقدروا تستعملوا فوي عادي، لكن طولوا برك شوية باش هكا ينسجموا المكونات مليح ويعطوكم نتيجة مليحة. هنا نحاول نخلط ونحاول ندير هذا لو جيست هذا، يعني نحاولوا ندخلوا الهواء لاباغاي تاعي باش هكذا يجيكم مهوي الداخل. يعني شوفوا كيفاش راني ندير، كشغل تكريو رغوات هكذا باش يتهوى لكم لاباغاي او الخليط تاعكم. شوفوا النتيجه، يعني ما يجيش فريمون كيما المسكوتو، يجي خفيف شويه عليه. وهنا نفرغوا فيه هذا اناء تاع لو بغا، ونعمر به هاد لي كيسات توعي. انا لي كيسات اللي عندي حجم متوسط، لكن من الاحسن حجم كبير اللي حتشوفوها في الوصفه الثانيه، وين استعملت لكيسات كبار. وتشوفوا النتيجة وتشوفوا الاختلاف. هنا كي تعمروهم، يعني هذه تساعدكم بهذا الإناء. إلا ما عندكمش طبعا استعملوا ملعقة عادي وعمروهم. طبعا هنا كي تعمروهم عمروهم 3/4 تاع لي كيسات، يعني ما تعمروهمش حتى الفوق، لانه كي يطيبوا راح يزيدوا يتنفخوا ويطلعوا، يعني يجوا هذاك هو. هنا نكمل بنفس الطريقه، نعمروا كامل لي كيسات التوعي. ويعني طريقة سهلة. هنا طبعًا تقدروا تحشوهم، تقدروا هنا في هذه المرحلة ديروا ملعقة صغيرة تاع المعجون غير من الفوق. يعني ماشي ديروا معجون وتزيدوا لهم عجين من الفوق، لا، لا، هكذا حيولوا لكم لتحت. هنا نمسحوا طبعًا الجوانب، هنا ديروا المعجون غير من الفوق ودخلوهم هكذاك، هذاك المعجون مع كي يتنفخوا راح يولي للوسط. يعني هذه تدبيرة. وهنا عندي قعدت لي شوية لأنه لي كيسات تاوعي صغار، متوسطين الحجم. عمرتهم في هذه، عطيت لكم تاني فكرة تقدروا ديروهم في هادو ليمون يجوا روعة، حتشوفوا النتيجة من بعد. وهنا دخلتهم يطيبوا. وهنا هذه الوصفة كنت ديجا طيبتها، الوصفة الثانية كنت ديجا يعني مصورتها، ما حطيتها لكمش، لكن بنفس العجين. حبيت نشارككم فكرة. يعني شوفوا لي كيسات كي يكونوا كبار بنفس الطريقة عمروهم 3/4 ومسحوهم. هنا يعني كتزيين نديرهم باللوز إيفيلي ولا كاوكاو إيفيلي، واش عندكم. هكذا كي يطلعوا من بعد هذاك اللوز ما يحش يتنحى، يعني حيبقى لاصق معاه. يعني هذه فكرة برك. إذا بالنسبة لهذا الفيديو اللي كنت ديجا مصورته بنفس العجين اللي حضرته، يعني حضرت العجين واحد آخر بزوج حبات بيض بنفس الطريقة، لكن عمرتهم في كيسات كبار. يعني حتشوفوا الفرق كي تعمروهم في الصغار ولا في الكبار، لكن نتيجة هايلة وجاو مهويين وجاو بنان بزاف. طبعا التزيين في الاخير حنمسحوهم برك بالمعجون. بالنسبه لهذه الطريقه حنمسحوهم مسحه خفيفه تاع المعجون باش يعطونا هذاك لابغيونس. وشوفوا النتيجة بالنسبة للطريقة الأولى، يعني شوفوا يطلعوا لكم هنا بالنسبة لي كيسات اللي يكونوا صغار، وهنا هذيك اللي قعدت لنا درناها في هذا المول. وشوفوا النتيجة، يعني جاو الله يبارك وجاو بنان بزاف. أنا هنا التزيين حندير لهم مسحة تاع
تقدروا ديروا لهم غير سكر جلاس هكذا من الفوق. أنا حندير لهم مسحة برك تاع المربى تاع المشماش أو المعجون، ونجوزهم في الجوز الهند أو نوا د كوكو، يعني هكذا باش نبدلوا شوية في الأشكال. كيما كتشوفوا طريقة سهلة تقدروا تحضروها لوليداتكم لقهوة العصر أو يدوها معاهم الومجة تاعهم. وبنان بزاف، يعني زوج حبات بيض يخرجوا لكم 12 حبة. أنا هنا كتن عندي زوج وصفات، عندي 24 حبة. يعني طريقة سهلة، شوفوا النتيجة كيفاش يخرجوا لكم في الكيسات كيكونوا متوسطين الحجم. يعني جو رائعين، يعني جو مهويين وخفاف خفاف بزاف، ومثقوبين كما كتشوفوا، يعني دليل على نجاح هذه الوصفة. بالنسبة للطريقة التانية، شوفوا هنايا أنا كي زدت وجدت العجين واحد آخر، كان فيديو ديجا مصور عندي. كي طابوا لي تانيك حميمرين الله يبارك، هنا كي يطيبوكم من التحت يطلعوكم شعلوا لهم غير شوية من الفوق وعسوهم. هنا نمسحوا لهم مسحة خفيفة برك، تقدروا هنا ديروا لهم ما ديرولهمش معجون، ديروا لهم غير سكر جلاس أو سكر ناعم. أنا هنا درت لهم مسحة خفيفة تاع المربى، هكذا يعطي لمعان، هذا ما كان. ويعني والنتيجة كانت هايلة. طبعًا حنقسم لكم حبة وحتشوفوا الخفة تاعو. صدقوني جا رائع بزاف هاد المادلين. هكذا يعني في وقفة ديروا هاد الوصفة، ويعني تنحي الحيرة ومتوالم بزاف تاني كشظيف يجيك على غيلة، تقدري توجديها، يعني ما تاخذش كامل وقت معاكم. وهكذا لحقنا لنهاية الوصفة، وشوفوا هذا جمال هذا الطبق، يعني جاو هايلين. حنقسم لكم دوك حبات تشوفوهم يجوا خفاف خفاف بزاف. تبعوا برك الفيديو من الاول للاخير، اكيد اكيد حتنجحوا معكم، هينجح معكم. ما تبخلوش عليا طبعا بجام، وتابعوني في القناة ودعموني بتعليقاتكم الجميلة. زوروا قناتي، اكتشفوا الفيديوهات اللي راهم في قناتي، اكيد حيعجبوكم. يعني صدقوني هاد الوصفات للمبتدئات أكيد حتصيبوا كل حاجة اللي تحوسوا عليها، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. يعني شوفوا يجي هايل، يجي خفيف بزاف هاد المادلين. وهكذا لحقنا لنهاية الوصفة، إن شاء الله تكون عجبتكم وصفة تاع اليوم. نتلاقاو إن شاء الله مع وصفة أخرى بحول الله، وإلى اللقاء.